دخلت أمريكا وبعدين عاوز تقدم على اللجوء. في الفيديو ده أنا هقولك على الحقيقة اللي محدش بيقولها خالص عن أخطر قرار ممكن يضيع مستقبلك كله هنا في أمريكا. النهاردة أنا جاي أتكلم على تعليق جالي وقررت أعمل الفيديو ده عليه مخصوص علشان خاطر خطورة هذا التعليق. أنا مسحت طبعا اسم صاحب التعليق للخصوصية لأن الموضوع حساس ومش بسيط خالص. التعليق بيقول زي ما انتم شايفين في الشاشة: صباح الخير يا أستاذة بنوب، كل سنة وحضرتك طيب، أنا من اسكندرية. إيه الطريقة اللي ممكن أدخل بيها أمريكا غير اللوتري وبعدين أقدم على لجوء؟ طيب خليني ابدا من اول نقطه. ليه السؤال ده مهم وخطير في نفس الوقت؟ لان للاسف في ناس كتير قوي بتفتكر ان اللجوء ده مجرد ورق بيتقدم هنا جوه امريكا وخلاص، وانك اول ما توصل امريكا تقدم لجوء والدنيا تمشي لوحدها تمام. الحقيقه ان التفكير بالطريقه دي ممكن يضيع عليك سنين كتير قوي، وممكن يمنعك نهائيا من ان انت يبقى ليك اوراق قانونيه هنا في امريكا، وممكن كمان يسبب لك مشاكل قانونيه كبيره قوي انت لا تتخيلها. انا هنا مش جاي اقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، ولا بديك نصيحه قانونيه. انا هشرح لك خطوره الفكره نفسها، ان انت تدخل بنية اللجوء من غير سبب حقيقي زي ما هو واضح في التعليق طبعا، وبرضه خطورة انك تقدم من غير اشهاد حقيقي او قصة واقعية مثبتة، لان هي دي النقطة اللي بتوقع ناس كتير قوي في الوقت الحالي ومحدش بيقول لهم الحقيقة من الاول. خلينا نفهم حاجة مهمة جدا وبالبلدي كده: اللجوء هنا في امريكا مش خطة للهجرة. اللجوء هنا في امريكا يعني ده نظام معمول كأنه للناس للحماية، يعني هو مش معمول عشان خاطر الواحد يختار بلد ويقول انا هروح اقدم على اللجوء هناك. اللجوء معمول لشخص عنده خوف حقيقي ومبرر لو رجع بلده، وخوفه ده مش كلام مرسل، لازم يكون ليه وقائع وتفاصيل منطقية، لازم يكون فيه قصة حقيقية. الفكرة اللي في التعليق ده بتتكرر كتير جدا جدا في الفترة الأخيرة: حد يقول لك أنا هدخل أمريكا بأي طريقة وبعديها أقدم على اللجوء. السؤال هنا مش هتدخل إزاي، السؤال الأهم هنا هتقدم اللجوء على أي أساس. لو الإجابة دي إنك لسه هتفكر بعد ما توصل، يبقى أنت هنا كده في مشكلة كبيرة أوي. ليه أنا بقول مشكلة كبيرة؟ لأن النية هنا بتفرق. لو واحد دخل أمريكا وهو من الأول ناوي يقدم على لجوء بدون سبب حقيقي، بدون ما يكون عنده وقائع حقيقية، ده بيحط نفسه في منطقة خطرة جدا، لأن أي تناقض بعد كده هيحصل هيتحاسب عليه، يعني حساب اللي مش انتوا عارفين بقى. والموضوع كمان مش مجرد رفض وخلاص، ده ممكن يأثر على أي فرصة تانية قدام. ناس كتير بتستهين بجملة اللي هي زي إشهاد حقيقي. يعني إيه كلمة إشهاد حقيقي؟ يعني في سبب واقعي حصل بالفعل وليه دليل أو قرائن. مش لازم كل حاجة طبعا تبقى ورق مختوم من الحكومة بتاعت بلدك، بس لازم يكون في منطق، لازم يكون في ترابط، لازم يكون في قصة حقيقية انت بتبني عليها قضية اللجوء بتاعتك، ولازم تفاصيل القصة دي تكون ثابتة ومش بتتغير على حسب الموقف. المشكلة الأكبر إن في ناس بتدخل في حتة اختراع القصة، ودي أخطر حاجة ممكن تعملها في ملف اللجوء بتاعك، لأن أي قصة متألفة غالبا هتبان، يعني بنسبة 99% هتبان حتى لو كان صاحبها نفسه مقتنع بيها. وفي أسئلة كتير طبعا بتتسأل بطرق مختلفة علشان تبين التناقض اللي انت بتقوله في القصة بتاعتك. خليني احاول اقول لك تصور بسيط من غير تهويل. لو انت مقدم على لجوء، هتتسأل اسئله دقيقه جدا عن حياتك وظروفك. هتتسأل انت سبت بلدك ليه وامتى، وايه اللي حصل قبلها وايه اللي حصل بعدها. هتتسأل قدمت تأشيرتك ازاي، وقلت ايه في الورق بتاع التأشيرة اللي انت بتقدمه، وقلت ايه في المقابلة بتاعت هذه التأشيرة. واي اختلاف بين كلامك هنا وكلامك هناك هيتسجل وهيتقارن. وده بقى بياخدنا لنقطة يعني تقريبا كل الناس بتفوتها: لو انت دخلت بتأشيرة سياحة مثلا وقلت انك رايح زيارة وترجع في المقابلة، وبعدها قدمت على لجوء هنا داخل امريكا، ولقوا ان انت كنت ناوي تقدم على اللجوء ده من الاول، هنا بقى يبدأ السؤال: طب ليه ما قلتش الحقيقة من البداية؟ الموضوع مش دايما ابيض واسود، بس التناقض هيعمل لك ازمة كبيرة قوي. انا مش بقول ان اي حد دخل وساعتها اضطر ان هو يقدم لجوء يبقى غلط، بس في ناس ظروفها بتتغير فعلا بعد ما توصل امريكا، وفي ناس بتكتشف ان رجوعها بقى خطر بسبب حاجة حصلت جديدة. لكن الفكرة انك ما تكونش داخل من الاول بخطة اسمها لجوء وخلاص، وتكون بتدور على اي قصة تمشيك. ده اللي انا بتكلم عنه في الفيديو ده. خلينا نرجع للتعليق زي ما هو بيقول: ايه الطريقة اللي ادخل بيها من غير اللوتري واقدم على لجوء؟ انا فاهم طبعا ان في ناس كتير جدا نفسها تسافر وتعيش حياة افضل من اللي هي فيها، بس لازم نبقى صريحين: اللجوء مش طريق مضمون ومش بديل عن الهجرة. لو اتعاملت معاه كبديل للهجرة، احتمال كبير جدا تخسر، والخسارة هنا مش انك تترفض، الخسارة هنا ممكن تكون نفسية ومادية وسنين طويلة قوي ضايعة. وفي ناس بتفضل عايشة في قلق مستمر ومستقبلها كله متعلق على القرار ده، وممكن تكون بنيت حياتك كلها على امل واحد وفي الاخر يروح. عشان كده لازم اي خطوة في الاتجاه ده تبقى مبنية على واقع مش نية. النقطة التانية موضوع الاشهاد الحقيقي. انا استخدمت التعبير ده بالذات لان في ناس بتقدم بدون اي حاجة تدعم الكلام اللي هي بتقوله. شخص يقول انا خايف او انا مهدد من غير اي تفاصيل، من غير اي سياق، واي تفاصيل عامة ينفع طبعا ان هي تتقال على اي حد في اي بلد. وده هنا بيخلي الملف ضعيف جدا اكتر ما هو ضعيف اصلا، وده اخطر
أخطر من اللي الناس متخيلاه، وفي ناس تانية بتروح للناحية التانية وبتزود كلام كتير في القصة بتاعتها، بدل ما تقول الحقيقة زي ما هي حصلت بالظبط بتبدأ تزود أحداث وتواريخ، وتلاقيه بيحاول إن هو يحفظ كلام، ولما يتسأل سؤال بسيط أوي في مقابلة مثلا يروح متهز على طول. واللي بيحصل هنا إن أي مبالغة بتفتح باب أسئلة كتيرة أوي، ومع الأسئلة الكتيرة فرص الغلط دي بتزيد. كمان في نقطة مهمة هنا لازم تتقال بهدوء، في ناس بتفكر إن مجرد ما أنت بتقدم على اللجوء خلاص كده أنت هنا في أمان، لكن الواقع اللي احنا فيه دلوقتي إنك بتدخل نفسك في نظام كبير قوي، وبتحط عليك التزام كبير قوي بالكلام. أي ورق، أي إجابة، أي توقيع بيتسجل وبيتراجع، ومش هينفع بعد كده تقول أنا كنت بس بقدم أو كنت بجرب أنا أو كنت بسأل. خليني دلوقتي أتكلم عن فكرة الوصول الأول وبعدين أفكر. لو أنت بتقول هروح وبعدين أشوف، ده معناه إنك داخل من غير خطة واضحة أصلا، والسفر لأمريكا بالتحديد خطوة كبيرة جدا ومكلفة قوي ومعقدة في نفس الوقت. فلو الهدف الأساسي هو اللجوء لازم تبقى فاهم إن ده ملف كامل، ده مش مجرد قرار أنت بتاخده علشان خاطر تفضل قاعد في أمريكا وخلاص. وأنا هنا هكرر نفس الجملة بصيغة تانية، اللجوء لازم يبقى مبني على سبب حقيقي، مش على رغبة في الإقامة أو القعاد هنا في أمريكا وخلاص. الرغبة في الإقامة لوحدها مش سبب، تحسين الحياة مش سبب، الفلوس مش سبب. لازم يبقى فيه خوف حقيقي ومحدد من رجوعك لبلدك. طب ايه بالظبط اللي انا بحاول اوصله لصاحب هذا التعليق ولاي حد بيتفرج على الفيديو يكون في نفس الموقف؟ ان اول خطوة قبل السؤال عن طريقة الدخول لامريكا هي سؤال نفسك الاول، سؤال واحد: هل عندي سبب حقيقي يخلي رجوعي لبلدي خطر؟ وهل اقدر احكي اللي حصل بصدق وبنفس التفاصيل من غير اي تغيير؟ وهل عندي اي حاجة تدعم كلامي ده حتى لو بشكل غير مباشر؟ لو الاجابات بتاعت الاسئلة دي مش واضحة يبقى لازم تهدأ وتعيد التفكير تاني في موضوع التقديم على اللجوء، لان اللي بيحصل كتير جدا ان ناس كتير قوي بتدخل وبعدين تبدأ تدور على قصة بعدين، وبمجرد انت ما بتدور على قصة ده معناه انه انت مش عندك سبب اصلا، وده هنا هيخليك عرضة لاي حد يستغلك ويبيع لك الوهم ويدخلك بقى في حوارات وورق وكلام كتير، وفي الاخر انت اللي هتدفع الثمن. والثمن هنا مش بس الفلوس اللي انت هتخسرها، ده مستقبل وسمعة وقرارات مصيرية. انا حبيت اعمل الفيديو ده علشان خاطر الناس تبطل تبص للجوء كحل سحري، او تبطل تبص له كخطة بديلة للهجرة، وتفهم ان الموضوع مش لعبة ولا تجربة. اي خطوة غلط هنا في امريكا ممكن تقفل عليك ابواب كتير قوي بعد كده، وخصوصا لو حصل تضارب في كلامك او قدمت معلومات مش دقيقة. عشان ابقى واضح اكتر، انا ما اقدرش اقول لك الطريقة اللي انت تدخل بيها ازاي، لان كل حالة ليها ظروفها، وطبعا يعني الحالات دي ما ينفعش فيها التعميم خالص. لكن اقدر اقول لك ان فكرة ادخل باي طريقة بعدين اقدم على اللجوء دي فكرة ملغمة، دي فكرة خطيرة جدا، والاخطر منها انك تعمل ده من غير اثباتات حقيقية او اشهادات حقيقية او سبب واقعي. ودي هي الرسالة الاساسية من الفيديو ده. لو انت بتسأل بجد ونيتك ان انت تفهم، خليك صادق مع نفسك من الاول. هل انت داخل فعلا امريكا لانك مهدد، ولا داخل لانك عايز تعيش هنا وخلاص؟ لو الاجابة التانية يبقى اللجوء مش المكان اللي انت تبدأ منه. لو الاجابة كانت هي الاجابة الاولى يبقى لازم تفهم ان الصدق والتفاصيل الثابتة اهم شيء. مفهوم طبعا جدا ان الكلام ده ممكن يضايقك وممكن يضايق ناس كتير قوي بتسمع الفيديو ده، بس الافضل انك تسمع الكلام ده دلوقتي بدل ما تسمعه بعد ما تضيع مثلا 10 15 سنة من عمرك وتلاقي نفسك قضية اللجوء بتاعتك اترفضت. اعتبرني جاي لك من المستقبل وبقول لك الكلام ده. الافضل انك تفهم خطورة الموضوع ده من الاول بدل ما تجرب حظك فيه وخلاص، لان تقديم على اللجوء هنا في امريكا مش حظ، ده ملف ومسؤولية وقانون وكلام محسوب بالملي، واي قرار فيه لازم يكون واقعي وهادي جدا. في النهاية انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناة عن كل حاجة تقريبا تخص السفر والهجرة والمعيشة في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبة لك في الفترة اللي جاية. شكرا جدا جدا لمتابعتك، اتمنى لك كل التوفيق.